السلام عليكم. فيديو النهارده هنتكلم عن فيلم درويش اللي من تأليف وسام صبري واخراج وليد الحلفاوي وانتاج محمد حفظي، ومن بطولة عمرو يوسف ومصطفى غريب ودينا الشربيني واحمد عبد الوهاب وطارق عماد وخالد كمال ومحمد شاهين، ومع ظهور مميز من هشام ماجد. كل النجوم دول شاركوا في الفيلم، فصعب ان الفيلم يطلع وحش. الفيلم تصنيفه اكشن كوميدي وبتدور احداثه في سنة 1940 ايام الاحتلال الانجليزي، وعمرو يوسف قايم بشخصية درويش، راجل نصاب وحرامي عنده شلة بينفذ بيها عملياته، اللي مكونة من مصطفى غريب اللي قايم بدور صاحبه عدلي، ودينا الشربيني اللي قايمه بدور زبيده حبيبته، واحمد عبد الوهاب قايم بدور رشدي معاهم في العمليات. في احداث الفيلم درويش النصاب الحرامي بيتحول لبطل شعبي، فمش عايز احرق لك الفيلم عشان لو لسه ما شفتوش. ونروح بقى لايجابيات وسلبيات الفيلم. بالنسبه لرايي الشخصي، الفيلم ما فيهوش غلطه، القصه واداء الممثلين 10 على 10، خصوصا مصطفى محمد وخالد كمال. فلو اقيم الفيلم اديله 8 من 10، ودرجتين الناقصين دول بسبب ان معظم الافلام السنه دي بتبروز موضوع ان يكون في علاقه بين واحد وواحده من غير جواز. للاسف فيلم درويش منهم، عشان كده يستحق 8 من 10. وبس كده يبقى خلص فيديو النهارده. لو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك، وسلام.